السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد ووصفة جديدة. ان شاء الله يا رب كامل تكونوا بخير وتلقاكم هاد لا فيديو وانتم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. جيتكم بالوصفة تاع البريوش في المول الاسطوري بمقادير قليلة، غير بنص كاس تاع حليب، وحنا درنا هذا البريوش يعني يجينا خفيف 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 قطن، يجينا روعة هذا البريوش، يعني غير نتاع قهوة حليب. شوفوا ما شاء الله، يعني من داخل كما قلت لكم يجينا قطن قطن خواتاتي. يلا نروح نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. قبل ما نبداو ما ننساوش نصلوا ونسلموا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. بسم الله. لهنا عندنا نص كاس حليب يكون دافي. شوفوا لهنا خواتاتي يعني للكاس، وراني درت لكم صبعي. فمتين تحبسي الحليب ونضيفوا عليه مغرف صغيرة تاع خميرة الخبز وزوج مغارف كبار تاع سكر. لهنا تبغي الحلاوه زيدي ديري 3 مغارف، يعني لهنا الحلاوه نتاعو غادي تجينا معتدله. ما تنساوليش خواتاتي الجام، وغادي نضيف لها مغرف صغيره نتاع لافاني وقشور الليمون. راح نخلط لهنايا المقادير اللي درناهم، نخلطو كيما هكا. ولا هنا خواتاتي راح نديرو بايات تاع بيضه في العجينه، والصفار نخلو ندهنو به البريوش تاعنا من الفوق، نغطيوه ونخلوه بجيه. ولا هنا ثاني رايحين نديرو الزيت، نديرو ربع كاس تاع زيت ما يعادل 4 ملاعق. راح لهنا نديرهم لكم بالمغرف، نعبر لكم بالمغرف. لهنا درت 4 مغارف تاع زيت. يجينا واحد البريوش يا خواتاتي ما شاء الله، يجينا طري طري روعه. نخلطوا لهنا جميع المكونات كيما هكذا. لهنا سي بون. تقريبا راه باقي لنا غير النواشف. رايحين نديرو الفارينه. نجيب لهنايا الفارينه بعد ما كنت غربلتها ونولي نضيف فيها بالتدريج. لهنا العجينه نتاعنا نخليوها تتلصق، فهمتوني، نخلوها طريه مليح العجينه نتاعنا. لهنا راح ندير نص مغرف صغيره نتاع خميره الحلوى، سما كانت باقيه فيها غير شويه درتها، فهمتوني. نديروا نص مغرف صغيره تاع خميره الحلوى. ولا هنا دروك غادي نحي الفوي ونولي نطم في العجينه بيديا كما هكا. نولو نضيفو في الفارينه بالتدريج كما قلت لكم حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه وتكون تلتصق نوعا ما في اليد. لهنا نضيف الملح، ما ننساوش خواتاتي الملح، حوالي مغرف صغيره تكون ممسوحه تاع ملح كما هكا. غادي تدينا حوالي 2 كيسان ونص هكذاك تاع فرينه. نتوما ديروا يعني كي تشوفوها سيبون العجينه نتاعكم تلمت لكم بقات كيما هكذايا تتلصق، سيبون ما تقعدوش تزيدوا في الفرينه باش البريوش تاعكم ما يجيش ثقيل. لهنا درت حوالي 2 مغارف تاع الزيت كيما هكا. ايوا ندلكها حوالي دقيقه ونحطوها في الغيسيبيون ولا في الباسينه نتاعها تخمر لنا. غادي تدينا واحد 25 دقيقه هكذاك على حسب الجو، يعني اذا كانت سخانه راهي ليه تخمر، اذا كان شويه البرود ديريها من داخل الكوشه نتاعك هي ليه تخمر. نغطيها كيما هكا خواتاتي. لهنا بعد ما فاتت عليها حوالي 25 دقيقه، يعني شوفوا ما شاء الله راهي اختمرت لنا ضاعف الحجم نتاعها. غادي لهنا ندي غازيها من نروحوا نشكلوها. يعني شوفوا شحال سهله العمليه، يعني ما شاء الله بالخف توجديه. ديري هكذا القهوه نبدلو شويه. لهنا غادي نقسمها على 8 نتاع الكرات، راح لهنا نقطعو على 8 على حساب هذاك المول نتاعنا خواتاتي. المول تاع 35 على 10 سنتيم، تقدري ديري فيه تاع 30 على 10 سنتيم، يعني اللي عندك ديري فيه كما هكا. نكورهم هكذا ونحطهم بجيه. لنا تقدروا تخدموهم مباشره كما تقدروا تخلوهم يرتاحوا حوالي 10 دقائق هكذاك. هنا جبت البلاطو نتاعنا ودرت له ورق الطهي كيما هكذا، وغادي نولي نبسط بالكره بالوحده. ولهنا واش غادي ندير في الوسط تاع العجين، راح ندهنها بشويه تاع زبده، فهمتوني، ندهنها هكذا بشويه تاع زبده باش تجينا من داخل خفيفه وتجينا طريه وتحسيها يعني قطن خواتاتي كيما هكا. ندهنو كامل الوجه نتاعها وغادي نروليها ونحطها في البلاطو بهذه الطريقه خواتاتي.
نورو ليها كيما هكا هكذا باش كما قلت لكم ما تجيناش كامل معجنه من داخل، ما تجيش مكتسه، يعني تجينا مهويه وتجينا خفيفه خفيفه ما شاء الله كيما هكا. بهذه الطريقه راح لهنا نستفها في البلاطو. نستفهم كامل كيما هكا في البلاطو. ولهنا خواتاتي البريوش تاعنا ما غاديش يدينا وقت طويل في الطياب، يعني حوالي 25 دقيقه ويكون طايب. نشعلو عليه لهنايا الفرن من قبل يسخن على 180 درجه، ومن بعد ندخلو البريوش تاعنا كي يطيب لنا من تحت يعني ويتنفخ وكاع نشعل عليه من الفوق يتحمر ونخرجوه، نخلوه يتحمر مليح ونخرجوه. يعني ككل يدينا واحد 25 دقيقه خواتاتي كما هكا. بهذه الطريقه نكمل كامل الحبيبات ونرجعوا خواتاتي. ولا هنا بعد ما كملت ستفت كامل الحبات نتاوعنا غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا حوالي 10 دقائق ربع ساعه. لازم نخلوهم خواتاتي يرتاحوا، يعني يخمرونا هكذايا شويه ينتفخوا، عادك ندخلو نطيبوهم ندخلوهم ديريكتومون كي نكملوهم نغطوهم هكذا ونخلوهم. ولا هنا هذاك الصفار تاع البيض درت له مغرف صغيره نتاع قهوه هي هكذا باش الوريوش تاعنا يجي من الفوق احمر ويجي شباب. ولا هنا درت غير قطره تاع خل هكذا باش الزفاره هذيك تاع البيض، ديك الريحه تاع البيض شفتوا ما نحملوهاش كامل هي باه تروح، خاصه في صفار البيض شفتوا ديك الريحه تجي كارثه. هيا نديرو هذيك القطره تاع الخل باش ديك الريحه كامل ما تجيناش خواتاتي. فوالا لهنا بعد ما فات عليه هذيك ربع ساعه نجيبو لهنا هذاك البيض وندهنوه كامل من الفوق هكذا باش يمد لنا هذاك الاحمرار الشباب اللي من الفوق وندخلوه يطيب. لهنا عادك راني شعلت كي وليت نخدم فيه شعلت الفرن يسخن، يعني راه مسخن حوالي ربع ساعه مسبقا، يعني حتى 20 دقيقه ومعليش. لهنا درت له كيما هكا كاوكاو ايفيلي من الفوق وندخلوه لهنايا للفرن يطيب. نشوفوا لهنا بعد ما خرجناه من الفرن يعني طاب من تحت مليح وزاد طابنا من الفوق. هيا خرجناه ولهنا وهو سخون راح نديرلو المعجون تاع المشماش من الفوق، يعني اي معجون يكون عندك. لهنا درت معجون تاع المشماش كيما هكا من الفوق كيما هكا خواتاتي. هيا ونحيه لهنا دروك من المول البروش تاعنا، يعني يجينا خفيف 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 قطن خواتاتي. نتمنى ان شاء الله تسيو الوصفه. واللي لحقت حتى لهنا ما تنساش حبيبتي ديري لي جيم على لا فيديو، واللي ماشي مشتركه اشتركي في القناه هكذا باش يلحقك كل ما هو جديد، يعني من الوصفات السهله والبسيطه. شوفوا لهنا ما شاء الله غادي نحي البروش تاعنا من المول. شوفوا لي شحال خفيف، يعني خفيف 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 روعه خفيفه قطن خواتاتي، جاي طايب من تحت احمر ما شاء الله. لهنا راح نحي هذاك الورق تاع الطهي ونشوفوا الطياب تاعو من تحت، يعني جا طايب ما شاء الله، جانا طايب على ما خواتاتي. شوفوا لهنا من تحت يعني جا طايب احمر روعه. هذوك الخطوط الكحوله هذوك تاع البيض يعني كي قعدت ندير بالبانسو كان شتو فراغ بين الحبه واختها، هي كي طاح هذاك البيض دار ليه هذوك الخطوط الكحوله من تحت، يعني عادي نقدروا نقلعوه. شوفوا كيما هكا خواتاتي. نتوما كي تدهنوا الحبات تاعكم من الفوق سيو ما تخلوش يهبط تحت حتى للبلا من تحت، فهمتونا خواتاتي. نسيت ما قلت لكمش خواتاتي كي تستفوا الحبات تاعكم في البلاطو خلوا لي سباس بيناتهم، يعني ما تلضهمش كامل الحبات لبعضها. شوفوا لهنا كي نقسمهم يعني شوفوا كي جاي مرولي جاي شباب، يعني جاي ما شاء الله خواتاتي. نتمنى ان شاء الله تسيو الوصفه ونتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، وخلوا لي الراي تاعكم في التعليقات. شوفوا ما شاء الله يعني يجينا روعه ويجينا خفيف قطن قطن. لهنا تبغوا تحشوه بالمعجون ولا بشوكولا ولا يعني كيما تبغوا تحشوه، تبغوا تخلوه غير كيما هكا وجاينا قطن وخفيف روعه. والبنه نتاعو يعني ما شاء الله يجينا بزاف بنين ويجينا منسم بهذاك القشور تاع الليمون. لهنا خواتاتي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. تهلاو في رواحكم، سلام.